الشاهد هذا الرجل العربي جاء حمية للكعبة، وجاء ودخل إلى القليس إلى بيت أبرهة وتغوط فيه، ثم خرج فثار أبرهة وقال لأهدمن الكعبة. طيب ليش تهدم الكعبة؟ قل أقبضن على الرجل اللي فعل كذا وأعاقبه. إيش دخل الكعبة في الموضوع؟ الكعبة وسكان مكة ما فعلوا لك شيئا، أنت الآن تظلمهم مثل ما فعل مثلا هولاك التتري. الأصل يأتي ويبحث عن من قتلوا التجار ويتفاهم معهم، ما يقتل الأطفال والصغار والنساء. لكن سبحان الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بل هي تعم. الشاهد أنه جاء وعندهم فيلة مدربين على الحرب، وأقبل بهؤلاء الفيلة ومضى بهم، وكانوا في أثناء الطريق يعني يحتاجون طبعا إلى طعام وشراب، فكانوا يغيرون على من يجدونه من قبائل العرب، يأخذون منهم الإبل والغنم وينحرون ويأكلون. وكان الذي يدلهم في الطريق، تعرفوا طالعين من اليمن يصلون إلى مكة، فسيظلون في الطريق في جبال وديان، وربما في جزء من صحراء الربع الخالي فكان هناك رجل قيل إنه أبو رغال وقيل غيره. أبو رغال يذكر له قصة أخرى. فهذا الرجل هو الذي دلهم، ثم لما وصل إلى مكة مات ودفن. قالوا فكانت قريش ترجم قبره بعد موته. الشاهد أن هذا الرجل دلهم. فلما أقبلت هذه الجموع العظيمة ومعهم الفيلة، وكان قائد الفيلة أمامها تطيعه، فأقبلت هذه الجموع حتى وصلت إلى قرب مكة، وخاف أهل مكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الجيش. فأقبل أبو طالب اللي هو عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وجه من وجوه مكة. قالوا وكان رجلا له مظهر حسن يعجب به من يراه، ولذلك كانوا يعني يمدحونه في حسنه وبهائه. فلما أقبل أبرهة ونزل على حدود مكة يخطط متى أهجمه اللي موجود بأقتله وأهدم البيت. فخرج إليه عبد المطلب، وكانوا قد أخذوا له إبلا 200 من الإبل. فجاء فلما دخل استأذن وأدخل على أبرهة، قام له أبرهة، رآه الرجل المهيب الحسن الصورة وأجلسه معه على السرير. وظن أبرهة بأن عبد المطلب سوف يعني يعتذر ويطلبه أرجوك ولا تهدم الكعبة. وإذا عبد المطلب هو بلا شك أنه ما يود أنها تهدم الكعبة، لكنه في نفسه أني لو طلبت هالطلب لن يستجيب لي أبرهة، فلماذا أنا أطلب؟ فقال له أبرهة ما حاجتك؟ قال إن أصحابك أخذوا لي 200 بعير في الطريق، وأريد أن ترد إلي إبلي. فنظر إليه قال انزل من السرير. قال لما؟ قال انزل قد صغرت في عيني. قال لما؟ قال الآن أنت لما جئت، أنا جئت أهدم البيت الذي تعظمه أنت ويعظمه آباؤك وأجدادك، وتأتي تسألني عن 200 بعير. أنت مهتم ب200 بعير وناسي عزك وشرفك الذي ما أعزك الناس ولا احترموكم ولا جعلوا لكم مكانا إلا بسبب البيت المعظم، وتسأل عن 200 بعير. وقال عبد المطلب أنا رب الإبل، أنا اللي مسؤول عن الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أعلم أني لو أطلب منك ترجع لن ترجع، ليش أهين نفسي وأطلب شيئا أعلم أنه لن يستجاب؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، لكن أعطني إبلي. قالوا فأعطاه إبله، وأخذها عبد المطلب وجاء إلى أهل مكة وقال اخرجوا إلى الجبال. والجبال أصلا محيطة بمكة، يعني الآن طورت مكة وكذا وبني على الجبال وكذا، لكن في السابق كانت مطلة، أصلا مكة وادي بواد غير ذي زرع يعني. فصار الناس في الجبال ينظرون إلى أبرهة كيف بيهدم الكعبة. وقيل إنهم أنشدوا وقالوا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله. قيل إن عبد المطلب دعا بها الدعوات، قال اللهم يعني اللهم، لكن سهلت لأجل النظم، اللهم إن العبد يمنع رحله، يعني إن الإنسان منا يمنع حاجاته الخاصة من الناس يدافع عنها، فامنع يا رب بيتك المعظم. قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلمن مكيدهم ومحالهم أبدا محالك. المحال هو الغضب إلى آخر القصيدة في ذلك. قيل إنه دعا. وذكر أيضا بأن هذا الفيل لما أقبل برك، فصاروا يضربونه، بركة الإبل اللي وراه، فصاروا يضربونه، فإذا ضربوه قام، فإذا وجهوه تلقاء اليمن مشى، وإذا وجهوه تلقاء كعبة وقف. ففعلوا به ذلك مرارا. وعندها أرسل الله تعالى عليهم ما ذكره في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل إن كل طير كان يحمل 3 أحجار في منقاره وفي قدميه، وأنها كانت تلقيه عليهم. قال فكانت إذا ألقيت عليهم الحجارة اللي تصيب الحجارة يبدأ يحك. قال فإذا حكه تمزق اللحم، يبدأ اللحم يتآكل، مثل لما يصير الواحد محترق مثلا جلده، ثم يبدأ لما يحرك الجلد يخرج معه خلاص ما هو متماسك. قالوا فصارت الترمي عليهم، فشيء يصيبه في رأسه وشيء في كتفه، فلما يبدأ يحك يبدأ يتساقط اللحم ويبين العظم. وهذا أعظم في عذابهم، ما يموت مباشرة، يموت بالتدريج، يبدأ جسمه يتآكل.
وهذا يعني من عذاب الله تعالى الذي لا يعرف جنده جل وعلا وبأسه وبطشه إلا هو جل وعلا. فسلط الله تعالى عليهم هذه الطير الأبابيل، وحبس الله تعالى عن مكة الفيل وأبرهة وقتلهم في موضعهم. والله وربك يخلق ما يشاء ويختار.